ثانوية عامة ما طلعتش حل كتير. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شريف رضا، طالب بكلية الطب جامعة المنصورة بمجموع 95% دفعة 2023. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أهم الأخطاء اللي الطلاب بتقع فيها وإزاي نحلها أو نتجنبها على قدر الإمكان. أول مشكلة وهي مشكلة الحل الكتير اللي ملوش لازمة. يعني تسأل واحد أنت جايب أكتر من 3 أو 4 كتب مراجعة نهائية للمادة الواحدة ليه؟ يقولك أنا عايز ألم أفكار كتير. طب تقول له هو أنت ذاكرت من كتاب الشرح كويس؟ يقول لك لأ، أنا ذاكرت على السريع كده عشان بيقولوا إن ثانوية عامة حل كتير. ما ينفعش الكلام ده. أي حد بيحط الأسئلة بيكون مصدره الأساسي ومرجعه الأساسي هو كتاب الشرح، فتقوم أنت تسيب كتاب الشرح وتروح تشتري 3 أو 4 كتب مراجعة نهائية على أساس إنك بتلم أفكار. أي عقل وأي منطق لازم قبل ما تحل أي كتاب تكون فاهم كل كلمة في كتاب الشرح وكون مذاكرها كويس وحافظها. فلازم إن إحنا نكون يعني واعيين إن كتاب الشرح هو الأهم. الأسئلة مش هتخلص وأفكار الأسئلة مش هتخلص، فلازم أنت تكون معاك مصدر ثابت ليك مرجع، ومرجعك الأساسي يكون كتاب الشرح. دي أول نقطة. النقطة التانية هي الملخصات ومصدر المذاكرة. لازم طول السنة الطالب بيعتمد على مصدر واحد بس للمذاكرة، من أول ما تدخل ثانوية عامة لحد ما تخرج إن شاء الله. يعني ليه كتاب الشرح، اكتب فيه أي ملحوظة، أي تربيطات، أي فكرة جديدة بتشوفها في كتاب الأسئلة، وما تغيرش مصدر المذاكرة بتاعتك مهما كان. الملخصات بتبقى تذكرة قبل الحل، يعني انت خلاص ذاكرت وفهمت كل كلمة كويس، فبالتالي الملخصات ديت بتبقى يعني قراءة على السريع كده تفكرك بالعناوين الرئيسية قبل ما تبدأ في الحل، خصوصا الامتحانات الشاملة. هتقول لي كتاب الشرح لازم يكون ثابت ليه، أو مصدر المذاكرة بتاعتي يكون ثابت ليه؟ لأنك مثلا افترضنا إن أنت وقت الامتحان واتسألت في معلومة وكنت ناسي المعلومة دي، هتفتكر إيه اللي قبلها وهتفتكر إيه اللي بعدها، فبالتالي هتقدر حتى تستنبط المعلومة دي لأنك حافظ مكانها طول السنة، بتذاكر من مصدر شرح واحد. لو قلت لكم إن الكتب بتاعتي من كتر إن أنا كنت بخلي مصدر المذاكرة واحد، كان الكتاب بيبقى قد كده، بيبقى قد كده. أي فكرة جديدة أقوم رايح كاتبها في ورقة وأقوم رايح مدبسها في الكتاب. أي ملحوظة، لا مثلا في كلمة اتكررت في الباب الأول واتكررت تاني في الباب الرابع في أي مادة، أقوم رايح رابطهم ببعض وكاتب ورقة برضو مجمعهم. أي مثلا فكرة سؤال حلوة أقوم رايح كاتبها برضو ورابطها باللي موجود في المنهج عندنا. فبالتالي لما أجي براجع بكون مطلع على معظم الأفكار اللي شفتها طول السنة، وكمان زيادة على الشرح اللي موجود في الكتاب. فبالتالي ببقى أنا مستعد إن أنا أبدأ أحل بقى. هات لي بقى أي كتاب مراجعة أنت عايزه وأنا أحله لك إن شاء الله، لأني فاهم وقارئ الأساس بتاعي. تالت نقطة واللي معظم الطلاب يعني بتقع فيها، إن أنت تسأل واحد أنت أهملت الدروس الأخيرة ليه؟ مثلا آخر فصلين في الحديثة، آخر 4 دروس في العضوية، وهكذا. يقول لك أنا عايز أخلص بسرعة عشان ألحق أراجع وأحل الكتب دي كلها عشان ألم أفكار كتير. طب هو الدروس اللي أنت سبتها ديت مش من ضمن المنهج يعني؟ ما لازم تكون أنت مأكد عليها ومراجعها زي بقية الدروس وأكتر كمان، لأن والله العظيم معظم اللي بيحطوا الأسئلة يعني بيبقوا عارفين إن الطالب بيجي في الآخر وممكن يهمل الدروس. فبالتالي ليه أنت ما تخليش مثلا الحديثة كلها تلمها على بعضها وتحل عليها وبعدين تراجع عليها وبعدين تحل عليها تاني، فبالتالي هتثبت يعني أكنك بتراجع عليها. يعني تبدأ مراجعة نهائية بيها، مثلا آخر العضوية تقوم رايح مذاكر العضوية كلها ولاممها في خرائط ذهنية زي ما أنت عارف، لأن العضوية بتحتاج تربيط كتير، وتقوم رايح مثلا مذاكرها كلها وحلل عليها وأكنك راجعتها. فبالتالي اوعى تهمل الدروس الأخيرة بحجة إن أنت عايز تخلص بدري عشان تلحق تراجع. هو أنت لما تخلص مثلا في شهر 4، في 10/4، 15/4، قدامك وقت برضه. بس أهم حاجة تكون مذاكر منهجك كويس. منهجك لازم يكون متذاكر كويس زي ما قلت لك. النقطة اللي بعد كده واللي مهمة جدا واللي بتودي ناس كتيرة في حتت يعني ربنا يصلح حالكم كده وما تقعوش في الغلط ده، وهو واحد يسأل صاحبه أنت فين في المراجعة، فيقوم صاحبه يرد عليه
لا ده أنا خلصت كتابين مراجعة وبدأت في التالت وخلصت نصه. فيقوم صاحبنا يصاب بالذهول والإحباط الشديد، ويبدأ بقى جلد الذات وما أدراك ما جلد الذات، وبعد كده بقى يحبط خالص بقى زي ما بقولك وما يذاكرش. نوعية تانية من الصحاب، تيجي تسأل واحد صاحبك أنت فين في المراجعة، يقول لك ده أنا مراكم 10 دروس ومش هلحق أراجع، ده أنا ممكن أأجل السنة، لا ده أنا ممكن أقسم السنة، ويحسسك إن أنت خلاص يعني أنت توب زي ما بيقولوا. فبالتالي في كلتا الحالتين أنت الوحيد اللي هتتضرر. فلا تسأل ده ولا تسأل ده. حبكت أوي وعايز تشوف أنت متقدم ولا متأخر ولا ماشي حلو ولا ماشي وحش، اسأل المدرس بتاعك، قول له أنا وصلت لحد كذا وحليت كذا. هيقول لك مثلا مشي بنفس المعيار ده، أنت كويس كده، زود شوية أنت متأخر شوية. أو هيقول لك مثلا هدي شوية أنت سابق بكتير، هدي وراجع على مهلك كده عشان المعلومات ما تقعش منك بسرعة. فأنت لازم يكون عندك ثوابت كده، ما تقولش لصاحبك أنت فين في المراجعة، لازم عايز تسأل، اسأل المدرس بتاعك. تمام. طيب، النقطة الأخيرة بقى اللي هنتكلم عنها وهي لا تظهر نواياك. يعني إيه لا تظهر نواياك؟ الواحد مننا يقعد مع نفسه كده يقول إن شاء الله المادة الفلانية أقسمها على 5 6 أيام مثلا يعني، وهجيب كتاب كذا أحله في الأول، وبعد ما أخلصه إن شاء الله أقوم رايح جايب كتاب كذا عشان أعلى بمستوايا وتبقى الدنيا معايا زي الفل في المادة دي وأقفلها إن شاء الله. يقوم صاحبنا بقى مقابل أي واحد صاحبه في الشارع يقول له أنا هعمل كذا وأسوي كذا، فيقوم صاحبك ده يقول لك ما شاء الله ده فكرة كويسة، ده أنت عبقري، ده أنت مش عارف إيه. فتقوم أنت برضه الشعور الحلو اللي أنت أصلا كنت هتحس بيه بعد ما تنجز الحاجات دي خلاص أنت حسيت بيه في البداية. فبالتالي مش هتتعب نفسك وتحاول تقوم تعمل اللي أنت كنت عايز تعمله. فبالتالي دي مشكلة كبيرة جدا الناس برضه بتقع فيها، إن هو كل ما ينوي يعمل حاجة يقوم يقول له لواحد صاحبه، فبالتالي عزيمته تقل وإصراره يقل، فبالتالي ما يقومش يعمل الحاجة دي، ودي معظمنا بنقع فيها يعني بلا استثناء. فبالتالي أهم حاجة لا تظهر نوايانا. وكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتشتركوا في القناة. وأي استفسار أي سؤال أي فيديو عايزين نعمله أنا سايب لكم لينك جروب التليجرام في الوصف. ودمتم بخير.